اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. كل سنة وانتم طيبين، العيد على الأبواب وولادكم طيبين. يلا بينا نشوف ست الحباب عامله ايه كده. عاملة البسكوت. أنا عملت معاكم الكحك اللي بالملبن وبالعجوة، وعملت معاكم الكحك الفلاحي. بص على الكحك الفلاحي في القناة كده، جميل ولذيذ. والنهارده عملت معاكم البسكوت. شوف البسكوت مجرمش وجميل. بص اهو، جميل ولذيذ. البسكوت جميل ولذيذ. ويلا بينا نشوف الطريقة. يلا بينا النهارده نشوف طريقة البسكوت. انا معايا 3 كيلو دقيق نخلاه فاخر من دقيق المثلث، ومعايا كيلو سكر، ومعايا كيلو سمنه جني، ومعايا 15 بيضه. دولت مقادير ال3 كيلو بسكوت. ومعايا تذكرتين تانج برتقال، ومعايا دي بريحه البرتقال، ودي فانيليا خام عشان البيض، ودي والنشادر. هنحطه ايه حاجه يعني مش هنحط ده كله، هنحطه نص معلقه، وبنحطه نص كوبايه زيت، نص كوبايه زيت. ويلا بينا نشوفوا هنعملوه في السمنه. لابد السمنه زي ما انت شايفه كده، لابد السمنه زي ما انت شايفه كده ايه، لابد تتهكيها كده في قعر الكروانه قبل ما تحطوا السكر. احنا بنعمل البسكوت النهارده، وكل سنه وانتم طيبين وولادكم طيبه. رمضان بيفرح الاطفال بالكحك والبسكوت والغرايبه والبطفور. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى السمنه من بنت اللي بتعمل البسكوت اللي هتعمله تبسهولي. السمنه بقى جميله ازاي. لابد تتربى على اتجاه واحد، ما تقعديش تجيبها كده وكده زي ما انت شايفه كده. وهنحط السكر. شوفوا خليناها حلوه ازاي. هنحط السكر بقى. حطوا كل يوم احمد. ايوه ماشي اهو الكيلو السكر اهو. بعد ما حطيت السمنه وحطينا السكر، شوف على اتجاه واحد. شوفي زي الكريمه اهي، وريها لهم يا ام احمد كده. بصي زي الكريمه بالظبط. ومعايا كوبايه زيت كمان هنحطها قبل ما ننزله البيض. انا معايا 15 بيضه اهو زي ما انا مورياكم. وهنحط اهو فانيليا خام، لابد النفر يحطها عشان طعم ودي طعم البرتقال، عشان بيبقى الحاجه. انا حطيت البيض وحطيت الفانيليا وحطيت العلبه الصغيره دي بطعم البرتقال، وحطيت اهو واحده تانجه كمان اهو، وكمان تذكره تانجه اهو برتقال. ويلا بينا بقى نضربه البيض. لابد تضربيه عشان وانت بتاكلي ما بتلاقيش ريحه بيض فيه خالص، بتحس ان انت بتاكلي بسكوت بطعم البرتقال. بس البيض بعد ما ضربته بالمكونات اللي وريتها لك، شوفي جميل اهو. ما تشميش ريحه الزفاره، تشمي طعم البرتقال. بص على الكريمه بقى. الله ينور عليك يا ام احمد. بص الجمال والحلاوه اهو. بصي خليه السمنه والسكر شكلها ايه زي الكريمه بالظبط. يلا بقى نحطه ايه البرتقال. طعم البرتقال البيض بتسكر طعم البرتقال. اضربي بقى كله مع بعض. اهي بص بعد ما حطيت البيض مع السمنه مع، شوفي بقت كريمه وجميله ولذيذه. يلا بينا نحط الدقيق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضره النبي. حطيت نص الدقيق، وهنحط تذكره بودر اهي. وهنحط بقى ايه نشادر. ما مش هنكتر نشادر عشان ان كتر النشادر بيفرد البسكوته معاكم. كل ما تحطي نشادر يعني ايه قلليه اهو.
اه بصي، حاجه بسيطه. ادي النشادر، وهنمسكوا بقى العجينه زي ما انتوا شايفين كده. هتحطوا الدقيق برضو بقيته تاني اهو. دي مقادير 3 كيلو اللي انا وريتها لكم اهو. وهنخلص العجينه وارجع لكم. العجينه هي جميله ولذيذه. عملت صينيه هيك معاكم اهي. هندخلها الفرن واوريها لكم برضو وانا ايه وانا بطلعها. الصينيه في الفرن اهي، البسكوت ولسه بزقها في الفرن اهي. ايوه، وهنركب تطلع من الفرن عشان الوقت هوريها لكم برضو. وريت لكم اهوت البسكوت جميل، احنا بنحبه نحمره ولسه طالع من الفرن جميل ولذيذ. راح بتاع سخن. بعد ما خلصت البسكوت شوف جميل ولذيذ ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ومقرمش وجميل ولذيذ. وكل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه. والبسكوت جميل ولذيذ اهو. خلي بالكم من مطبخ ست الحبايب. انا هنعمل لكم الكحك والبسكويت، وهعمل لكم كل الحلويات، كل الحاجات بتاعه رمضان والغريبه وكل حاجه. انا لابد ان بعد ما بيطلع من الفرن لابد ان ينحط في كيسه كده، علشان البسكوت ما ينفعش ينحط من غير كيسه. واهو وجميل. وخلي بالك من مطبخ ست الحبايب. وكنت اول نوبه بتشوفيني، خلي بالك اعملي لي لايك واشتركي لي وفعلي لي زرار الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي.